في داخل كل إنسان عوالم خفية تتعاقب فيها نفوس شتى، نفس أمارة بالسوء تدفعه إلى ما يشتهي، ونفس لوامة توقظ ضميره كلما زل، ونفس مطمئنة تهدئ قلبه وترده إلى السكينة، ونفس راضية مرضية ترضى بما قسم الله لها يرضى عنها. وما أفلح الإنسان حين تتعاهد هذه النفوس في داخله، فيكون للوامة صوت يردعه، وللمطمئنة نور يهديه، وللراضية سكينة تسكن بها روحه. لكن حين تخفت أصوات هذه النفوس الجميلة وتعلو في داخله النفس الأمارة بالسوء، يصبح الإنسان في حاجة إلى أن يتوقف، أن يقف هنيهة بعيدا عن ضجيج الحياة، وينظر إلى أعماقه بصدق. فأحيانا لا يحتاج الإنسان إلى أن يبتعد عن الناس، بل يحتاج إلى أن يبتعد قليلا عن نفسه التي أضلته، ليعود إلى نفسه التي يعرفها قلبه، تلك النفس المطمئنة الراضية التي لا تجد سعادتها في امتلاك كل شيء، بل في الرضا بما عندها والسلام مع خالقها. ولعل أجمل انتصار للإنسان ليس أن ينتصر على الآخرين، وإنما أن ينتصر على نفسه حين تدعوه إلى ما لا يليق به. وما أقبح أن تتغلب على الإنسان النفس الأمارة بالسوء، فتستولي على زمام روحه، وتسوغ له العالم من حوله على هيئة شتات وضياع، وتزرع في داخله لا الموازين حتى يفقد القدرة على رؤية الأشياء كما هي. عندها يصبح كل شيء مضطربا، يفرح بما لا يستحق الفرح، ويحزن على ما لا يستحق الحزن، ويطارد ما يرهق قلبه، ويبتعد عن كل ما يمنح السكينة والطمأنينة. يختلط عليه الحق بالوهم والحاجة بالرغبة، حتى تصبح الحياة في عينيه دائرة لا تنتهي من الركض دون وصول. والأشد قسوة أن يبدأ الانهيار من الداخل قبل أن يظهر أثره على الجسد، فالجسد قد يظل واقفا يبتسم ويتحرك بين الناس، بينما تكون الروح في داخله وفي أعماقها قد أنهكها الصراع. وهنا يقف الإنسان مرة أخرى هنيهة، لا ليحاسب العالم ولا ليبحث عن أخطاء الآخرين، وإنما ليعود إلى نفسه ويسألها: متى فقدت اتزاني؟ ومتى سمحت لهذه النفس أن تقودني؟ وأين ذهبت تلك النفس التي كانت تلومني حين أخطئ، وتطمئنني حين أخاف، وترضى بما كتب الله لي؟ فليس كل سقوط يرى، وليس كل انكسار له صوت. هناك أرواح تنهار في صمت، وقلوب تبتعد عن نورها خطوة بعد خطوة، حتى يعتاد الإنسان الفوضى التي صنعها داخله، فتتسرب تلك الفوضى إلى تفاصيل حياته، وتنعكس على يومه وبيته وعلاقاته، فيغيب الترتيب ويضطرب الاتزان، وتتراكم الأشياء من حوله كما تراكمت في داخله، حتى يصبح ما يراه في عالمه الخارجي صورة لما يجري في أعماقه. فحين تضطرب الروح قد تضطرب مع الحياة، وحين يفقد الإنسان سلامته وسلامه الداخلي يصبح ترتيب ما حوله أكثر صعوبة، وكأن الفوضى التي كانت في داخله والتي في داخله حقا تبحث عن مكان آخر لتظهر فيه.